دايما جو الانترفيو جو مهيب جدا، قاعد بقى وخلفيه بيضه بقى والدنيا قلبت فورمال شويه وكده وحواجبي مرفوعه ثانيه واحده، ايوه كده حواجبي مرفوعه، ودايما بقى يسيبني الاتش ار قاعد مستني بره ولغايه ما اعصابي يبوظ اكتر واكتر وادخل بقى وابقى قاعد متجمد كده، حتى ما اعرفش اقول سي في زي الناس تقول السي في. واول سؤال يقول لي بقى انتروديوس يور سيلف، قدم نفسك. فاقول له لايك ذات اوكي ماي نيم از فلان الفلاني، ايج 20 مش عارف ايه. يدخل بعد كده يبص في السي في او في الريزومي بتاعتك، يبص يلاقي تحت الاوبجيكتيف مصر كلها كاتبه نفس الجمله. يعني كم حد بيتفرج عليا دلوقتي خد السي في بتاع صاحبه، غير اسامي، غير شويه حاجات، وغير يعني حط بياناته وساب الاوبجيكتيف زي ما هو. نفس الاوبجيكتيف تقريبا ملايين الناس كاتباه، اللي هو I want to use my skills to work in a multinational company where I can use my ability. مش الجمله كلها غلط وكل الناس كاتباها غلط، لان اوبجيكتيف ببساطه يعني انت عايز تشتغل ايه؟ كلمه واحده: اكاونتنت، انجينير، تيتشر، فيزيكال اديوكيشن ترينر. فاكتب اوبجيكتيف عايز تشتغل ايه؟ عايز اشتغل مضيفه، فلايت اتندنت، اوكي؟ لكن جمله 3 4 سطور يعني عايز يملى معلم. وبعد كده بقى الجمله اللي مصر كلها بتقولها خلاص، اللي انا مش هقولها في الانترفيو ده. I work under stress and اول حاجه في حاجتين عايز اقولهم، النطق خلاص، work under stress دي كل مصر بتقولها تقريبا كده، work under stress. ثانيا، مين قال لك ان work under stress انها ميزه اصلا؟ مش شرط، الجمله فقدت معناها من كتر ما بتتقال. يعني اي حد داخل زي how are you خلاص بقت I work under stress مكتوبه في كل استئناف، لدرجه ان الناس اللي اصلا لو ميزه عندهم انها بتشتغل under stress الموضوع فقد معناه مصداقيته اصلا.